حياتنا عامرة بالدروس والتجارب. شي بغض النظر على المكان الاجتماعي والمهني. في هذا الباب أحمد شقيري غادي يختار لنا 40 موقف من حياته اللي كان عندها أثر كبير عليه وعلى توجهاته. بما أنها عبارة عن قصص، والقصص خاصها تتقال بتفاصيلها، فقررت نشرح كل 20 موقف فيديو خاص. نبداو على بركة الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم جاه واحد النهار واحد من أفراد قريش وبدا كيهضر معاه وكيهاجم فيه: بأبي وأمي أنت يا رسول الله. الرسول صلى الله عليه وسلم بقى غير كيسمع ليه حتى سال الكلام ديالو تماما، وسولو باش يتأكد أنه سال، فقال: أفرغت يا ابن الوليد؟ فقال: نعم. فقال له رسول الله: فاسمع مني، دايما باش يدخل كلامك عقل اللي كيتحاور معاك خليه حتى يدي شارجة وما يبقى ليه ما يقول، باش الكلام ديالك يلقى البلاصه ويتانستالا، باش ما يمكنش تحط فيه شي حاجه هو بلان. فاش يهاجمك شي حد واجهه بسكات، وملي تكون شي لحظات فراغ ما تعمرهاش، خلي اللي قدامك هو اللي يعمرها. من بعد غتلاحظ انه بدا يضرف معاك وقلب الموقف ديالو. واحد السيد كان مواظب على صلاه الجماعه وعلى الصف الاول مده 40 سنه. واحد النهار جا معطل وصلى في الصف الثاني ويحس بالحرج. ديك الساعه غادي يكتشف ان الصلاه ديالو ما كانتش لله ولكن للناس. هاد المسائل كتكون دقيقه في النفس وما كيلاحظها غير اللي كيحاسب نفسه يوميا. القيمه ديالك والاجر كتاخذه من عند الله، اما الناس لا حول ولا قوه لهم. شنو اقصى ما يمكن يعطيوك ولا ياخذوا منك؟ حتى العطاء والاخذ مرهون بمشيئه الله سبحانه وتعالى. الرجال اللي كان عندهم همه وشان في مرحله الثانويه وكانوا مشهورين كانت عندهم وحده من هذه الامور: اما من عائله كبيره، اما عنده شي موهبه، اما ضحوكي، اما بوبوس ولا لاباس عليه. ولا تأملنا في هذه المرحله نقدروا نقولوا اننا كنا مغيبين وما على بالناش بالواقع، ومركزين غير على اللعب والمتعه والعياقه. هادشي ممكن نفهموه في سن المراهقه، ولكن بعد ما يكبر الانسان وتولي عنده 50 عام هادشي كيولي غير منطقي. كتلقى الناس مازال غافله. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب. الإنسان بطبيعته ما كيشبعش، دايما كيقلب على الزيادة وكيبقى عايش في واحد حلقة فارغة ما كتساليه. الكمال لله سبحانه وتعالى وحده ولا لأحد غيره، والبشر لن يصل للكمال وخا شحال ما تحاول وتقاتل. هذا الكلام نظريا مزيان والكل تقريبا عارف، ولكن الإشكالية كتكون ملي كنبداو نحكموا على الآخرين، خاصة المشاهير. كنبداو نتعاملوا معهم على انهم اما ملائكه او لا شياطين. هذا الانسان خلوق وما يمكنش تحل ضريه، غير تيبان لك زلق ودار شي خطا بزربه كيولي شيطان ومنافق وكيقول داكشي اللي ما كيديرش وانت غادي. والاصح اننا نتعاملوا بهذا المبدا: ملي تبان شي صفه ما كتعجبنيش او شي خطا من شي داعيه ولا مؤثر ولا مشهور، هادشي ما خصوش يخليك تلغي التاريخ والفائده والصفات الحسنه ديالو، بل بالعكس فكر ليه الزوينه وما تكونش من ناكرين الإحسان وترخيص اعمال الناس. في واحد النهار كان أحمد شقيري كيأدي العمر وبانوا ليه شي إخوان كينظفوا السقف ديال الحرم. عجبو الحال وبدا كيصور بغى يحطها على مواقع التواصل الاجتماعي بهدف نشر الفضيل. واحد شويه جا عنده واحد السيد قال ليه: اتق الله واحترم على الأقل شعائر الله. شقيري ما عجبوش الحال ورد ديالو كان قاسي شيئا ما. خلاصة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا علم، وزيد عليه الجهل بالدين واعتقاد على أن الدين هو غير الصلاة، نقدروا نعتبروها مصيبة، وتحريم ما أحل الله من أكبر الكوارث. وهادشي غير كيضيق على الناس وكينفرهم من الدين. أحمد شقيري كيحكي واحد القصة ديال الأب ديالو اللي كان باغي يشري أرض للأخت باش تبني عليها دار. فعلا لقى واحد السيد واتفق معاه شفهيا، ومن بعد نهار جات بنته قالت ليه باللي لقات واحد الأرض هاوته اللي مشى شافها عجباتو، كانت أحسن ورخص من الأولى، هو يشريها. ولكن الغريب في الأمر أنه التزم بكلمته رغم أنه كان بإمكانه يعيط للسيد ويبغي الصفقة، خصوصا أنه ما كان حتى شي حاجة كتفرض عليه يشريها. بزاف منا كان غيدير هادشي ويعتذر للبائع ويلقى شي حجة. الأب ديال شقيري كان دائما تيوصي ولدو أنه ما يحلف، لأنه بكل بساطة ملي كتحلف ضمنيا كتأكد على أن كلامك دابا صادق، ولكن ممكن يكون كاذب شي مرات. خاص تكون الكلمة ديالك حسي. في الأجمل في القصة أن البائع غادي يعاود الاتصال بالأب، وكان الهدف من الاتصال أنه يشري الأرض بثمن أعلى من الثمن اللي شرى به، وفعلا باع الوالد الأرض وربح الفلوس، لأن الله رزاق وضع قانونا كونيا كما قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. الابن ديال أحمد جاء واحد النهار وقال لي: عيط لك المعلم وقال لك على واحد البلان داروا الدراري، يعرف بأنني ما كنتش معاهم. أحمد شقيري حس بأنه كاينه شي حاجة ما قالهاش ليه ولده. يفكر شي ساعتين وعيط على ولده وقال لي: أنا ولدي كنفضل أنك دير الخطأ وتجي تقولها لي عوض تكذب عليا. طلب منه يفكر ومشى وخلاه. الغد قبل ما يمشي للمدرسة جا عنقو وقال لي: راه كنت مع صحابي وشاركت معاهم في هذاك البلان واعتذر. وليش شجع الولد على قول الحقيقة وأنه عرف أن باباه ما غاديش يوقفه ويعاقبوه يحكم عليه على أنه خايب، بل بالعكس عرف بأنه عنده بابا اللي كيفهم الطبيعة البشرية في ارتكاب الأخطاء.
أحمد شقيري غادي يزور فاش كان صغير تونس، وهو كيتسالى جنب البحر غادي يتلاقى كلب اللي غادي يتبعو ويعضو شويه في رجليه. من ديك الوقيته هو عنده عقده من الكلاب، ما يقدرش يقرب لهم. ومن بعد 30 سنه حاول يعاود التفكير في المساله، وقال مع راسو ان الكلب هو مخلوق من عند الله، واللي كيتحكم فيه هو الله سبحانه وتعالى كسائر الكائنات. ومن تما فين ما تيشوف شي كلب كيدعي الله يعاونه، كل ما ذكر الله كيتلاشى الخوف، وتقبل ان الكلاب تكون حداه. وصل حتى لدرجه انه ولا كيلعب معاهم. المغزى من هذا الكلام هو انه داكشي اللي وقع لينا وحنا صغار عنده تاثير كبير على شنو كنبغيو وشنو ما كنبغيو. عنده تاثير على تشكيل عاداتنا، ولكن ممكن نغيروه شريطه اننا نخدموا عقلنا ونتاملوا في راسنا ونجاهدوا نفوسنا. احمد الشقيري غادي يوقع ليه واحد النهار صلع مع الوالده ديالو، كان مازال مراهق. هاد الوقيته بدا كيغوت عليها. ملي بابا دخل للدار وعرف شنو وقع عيط لولدو باش يهضر معاه على الانفراد في الصالون ويجبد ليه وديناتو بشي كلمات. قال لي رد البال، دير اللي بغيتي الا قله الادب مع ماماك، ولا ما عرفناش حنايا نربيوك غادي نصيفطوك للمدرسه الداخليه يعاودوا لك التربيه، كلشي الا ماماك. هادشي خلاه يستوعب الدرس وما يعاودش مره اخرى. الام كضرب تماعو وكتقابل ولدها من هو صغير، وما كيكونش واعي. ملي كيدير جناح كيبدا يتفلعس عليها هي الاول، يمكن شنو دارت على قبله. اما الاب فالافضال ديالو على ولده كتكون باينه حتى ملي كيكبر، حيت هو اللي كيكون مسؤول على الدار الماديه، وبالتالي البر ديالو كيكون ساهل. وهذه هي احد اسرار حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: امك ثم امك ثم امك ثم ابوك. وايضا الايه الكريمه: وصينا الانسان بوالديه. ايه اخرى كتبين فضل الام على الاب، حملته وهنا على واحد. الله كيذكرنا اننا واخا يوصل الطول والعرض واللحيه ديالنا فين ما وصل، مخصناش نساو اننا كنا مجرد جنين في البطن ديال الام ديالنا. وما نساوش نذكروا بان الاب خص يفرض دائما احترام الابناء للام ديالو وحافظ على المكانه اللي عطاها لها الله. كان عند الكاتب هدف كيتعلق بشراء سياره جديده، كان ممنوع يشري شي سياره حتى تدوز على الاقل 10 ديال السنين. شرا السياره الاولى سنه 1993 في ميريكان وجابها مع البلاد. من بعد شرا سياره جديده في 2004 وكانت مريحه اكثر ومشاكلها قلال. من بعد حاول يطور من المبادئ ديالو في شراء السيارات، وقرر يشري سياره على قد الحال، وما بقاش كيتسوق كاع الماركه ديالها ولا مكانتها الاجتماعيه بين الناس. قرر يشري سياره بالثمن اللي باع به السياره اللي كانت عنده. واشترى كيا. خا العائله ما اقتنعتش في البدايه حتى دار معاهم ليسون طوال، شرح لهم المبادئ ديالو بما انه هو المسؤول عن الاسره. اولا السياره والنوع ديالها ما كيحددش القيمه ديالها. ثانيا الهدف من السياره هو تهزك من واحد النقطه وتديك لنقطه اخرى. ثالثا السياره اللي غتركب عليها خصها تكون سيكوريزي. رابعا المال اللي غتشري به سياره فارهه وفروا للاستثمار. قرار استقالة والد شقيري قبل ما يتزاد غير مسار حياة شقيري نفسه. فلك أن تتخيل لو أن الوالد استمر في الوظيفة ديالو في السلك الدبلوماسي، شقيري كان غيبقى يتنقل بين الدول، شيء اللي غينعكس على طريقة تفكيره، وربما ما كانش غيكون هو الرجل الإعلامي اللي كنعرفو اليوم. واخا راه الغيب كيعلم به غير الله، لكن اليوم يعترف أنه سعيد بالقرار ديال الأب ديالو. المعنى من هذه القصة أن كل قرار كياخدو إنسان كيغيرش غير حياته هو، ولكن كيغير مسار الكون كله. إذا كنا في هذا الكون عبارة عن شبكة مترابطة كنأثروا ببعضياتنا واحد الشكل ما كيعلم به غير الله. وهادشي غيبان لنا يوم القيامة ونشوفوا الأثار ديال الأعمال ديالنا، واللي كنتمنى شخصيا يكون أثرها إيجابي. كلنا في هاد الدنيا عندنا نعم لا تحصى، وإلا كنتي خايف عليها من الزوال كتبكي نصحك باش تربطها بالشكر. كيأكد أن من مظاهر الشكر الصدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب. من الأفضل تلقى لك شي طريقة اللي تخليك تمارس الصدقة بشكل مستمر، ولا بد ما تحاول تعلمها حتى لوليداتك باش تولي فيهم عادة، ونحاولوا نصنعوا واحد المجتمع صالح وكيفكر في الغير. شقيري من بعد ما قطع الكارو سنة 2000 قرر يمنع التدخين في البيت ديالو في البلايص اللي كيستقبلوا فيها الضيفان. هذا القرار لقى تعارض كبير من عند العائلة كامل باستثناء الوالد ديالو، برغم أنه كان كيحمي فهم القرار لأنه إنسان منطقي، وتفهم ولده خصوصا باش حاول يشرح لهم ويقنعهم، وقال لهم بأن الناس اللي ما غتجيش عنده الدار حيت هو مانع التدخين، فتعني أن التدخين عندها أهم من العلاقة ديالو. وداك الوقيته اللي خدا فيها القرار كان صعيب تفرض على الناس هادشي، ولكن التغيير ممكن وخا صعيب، وخصو اللي يآمن به ويبقى مصر على الموقف ديالو وخا يعرضو أقرب المقربين. مع مرور السنين بدأت الفكرة كتنتشر، والأكثر من هذا خرجوا قرارات من الحكومة بمنع التدخين في الأماكن العامة. أحد الأشياء اللي كان كيتمناها أحمد الشقيري وهو في المراهقة هي ينوض ليه الموسطاج. كان كيقلب على شنو يدير باش ينوض. من بعد النصيحة ديال صاحبو شرا ماكينات ديال الحسانة وبدا كيجرب يحسن باش يطور، وفوق من هذا الشيء كان تيطلب الله يحقق ليه هذه الأمنية مدة 3 سنين. أخيرا ناض ليه الموسطاج واستغرب أن الدعاء ما تستجبش ليه في الوقت اللي كان كيدعي من قلبه. زيد عليها أن الله قادر على كل شيء. تفسير كان في الآية المذكورة في القرآن الكريم: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. معناه أجيب أن الله استجاب للدعاء ديالك، أنه أعطاك خير
أو لا بعد عليك شر يساوي ولا كبر من الدعاء ديالك. فمثلا واحد طلب مليار ورغم ذلك ما جاتوش، يمكن يكون أن الله بعد عليه شي مرض خايب بحال السرطان اللي كيفوق ديك المليار. هي اللي غيقول لك خليني نمرض عطيني غير الفلوس. والله كيعرفك أكثر ما كتعرف راسك. يقدر هذيك المليار غادا ديك الهاوي، والله عوضك بشي حاجة أحسن. المفهوم الثاني هو أن داك الشيء اللي باغي بالضبط يقدر يحقوا لك من بعد واحد المدة اللي تقدر تكون طويلة، حيت ربي عارف بأنه إلا جاتك دابا غادا غير تعذبك. المفهوم الثالث هو أن الله غادي يعطيك داكشي اللي بغيتي في الوقت اللي بغيتي إلا توافقات الرؤية ديالك مع الحكمة ديال الله. خاصك تعرف بأنه باش تقوي الحظوظ ديالك في الاستجابة خاصك تدعي الله بكاع الجوارح ديالك، لأنه ما كيهمش الكلمات قد ما كيهم الشعور ديالك. داكشي علاش المظلوم الصائم ربي ما كيردش الدعاء ديالك، لأن الصائم بحاجة ماسة للأكل، المظلوم بحاجة مريحة للعدل. أحمد شقيري من بعد ما صور واحد الحلقة من خواطر 11 اللي كيتكلم فيها على الأكل الصحي والابتعاد عن المقليات، خدا قرار أنه من داك النهار ما يبقاش ياكله، وقرر أيضا يحيدو من الدار ديالو، لأنه ما يمكنش تنصح الناس بشي حاجة أنت أصلا ما تديرهاش. وملي دخل رمضان كان عارض على العائلة وكانت من العادة ديالهم أنهم ياكلوا طعام مقلي. حاول يشرح لوالديه الأمر اللي اقتنعوا به بكل أريحية، ولكن الباقي من العائلة رفضوا الأمر جملة وتفصيلا، واعتبروا أنه السقيري كيفرض عليهم شنو ياكلوا وشنو ما ياكلوش. ووقع عليه مشكل كبير في العائلة، الشيء اللي كان عنده أثر نفسي وفكري سلبي عليه. ولكن استوعب بشكل عملي الآية الكريمة: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وفهم مزيان أن تغيير الناس باش يتخلاو على بعض عاداتهم الخايبة طلب عقود من الزمن، وأن الناس يقدروا يتبعوا داكشي اللي موالفين بلاص ما يخدموا عقلهم ويفكروا منطقيا حتى في الأمور البسيطة اليومية. أحمد شقيري كانت عنده عقدة ديال النحاف، وكان كيعيطوا ليه صحابو برقاوه، وكان تيفكر في واحد الليلة كيفاش يبقى يرد على التنمر ديالهم. هادشي خلى أثر نفسي سلبي اللي جاورو مدة طويلة. والسبب الثاني هو أن البنات كان عزيز عليهم الدري اللي كيكون مقلطب. فاش دار 20 عام قرر يبدا يتريني ودخل لاصال، ومن بعد 6 شهور زاد الوزن لدرجة أن الناس اللي شحال هادي ما شافوه مبقاوش كيعرفوه، ولات عنده لاصال والسبور بحال الإدمان. إلا ما مارسهاش شي نهار كيحس بشي حاجة ماشي هي هاديك، كيرجع ليه الخوف لا يولي تاني يرقيوه. هاد العقدة استمرت حتى ملي تزوج وما بقاش كيهمو الرأي ديال البنات وصحابو، وما تخلص منها حتى قرا على فوائد الصوم، وكانت عنده ديك الساعة 40 عام. ولا كيصوم بزاف وخرقاق والناس كيقولوا ليه ما جاش معاه، ولكن فينالمون ما بقاش كيتصوب، لأنه فهم أن الهدف النهائي من الرياضة ماشي هو الرأي ديال الناس ولكن الصحة ديالك، وأي حاجة غادي تحافظ عليها غادي ديرها، خصوصا الصنف. واحد النهار فاش كان أحمد شقيري مازال صغير كياكل وكيلعب بالعنب، كيلوح العنبة وكيلقي ليها فمه، هي تمشي للقصبة الهوائية. هرب مشى للصالون فين باركة ماماه وصاحبتها وبدا كيجري. ماما ما دارت حتى ردات فيه حيت كيسحب ليها غير كيلعب. شويه طاح على ركابيه وزرع. مشات عند ماما كتجري وضرباتو تهدح ديك العنبة. شقيري كيحمد الله على ان ماما كانت موجوده في الدار، اما كانت غير خدامه وما عرفتش تتصرف كان غادي يكون دابا من عداد الموت. وجود الام في البيت مهم باش تربي الوليدات وتقابلهم، وهادشي ما كيعنيش ان خروج المراه للعمل، ولكن لابد من توفر بعض الشروط ويكون تفاهم ما بين الزوجين باش ما يتاثروش الاطفال بغياب الوالدين. وماشي عيب الى الراجل عاون المراه في الشقه، هادشي كيزيد في الرجوله ديالو ماشي تينقصها، تيبين على ان الرجل قوام على المراه قادر يعز المسؤوليه ديال عائلته. ولنا في رسول الله اسوه حسنه، رسول الله كان كيعاون الاهل ديالو. شكون حنا اللي نتكبروا على هادشي؟ صراحه اكيد غتلقى معارضه من عند المجتمع، ولكن ما كيهم، ماشي كاع داكشي اللي ورثناه من الاباء ديالنا هو الاسلوب الامثل في حياتنا، وماشي كاع تقاليد المجتمع فيها خير ليك. أحمد شقيري ملي سولوه على المذهب ديالو في الدين قال لهم أنا مسلم كنتبع الوسطية، حيت هي اللي كتمثل الحق، وأكد على أنه كاينين بزاف ديال التوجهات المتطرفة، لكن هو المبدأ ديالو كيتجلى في أنه كيخدم عقله، وأي رأي كيعرضوا على الفهم ديالو لأصول الدين وأساسياته، وعلى اللي كيعرفوا من الآيات الثابتة واللي المعنى ديالها واضح والدلالة ديالها قطعية. وذكر أيضا بأن بعض الناس عندهم هوس بالأشخاص، حيث أنهم كيرفضوا أي فكرة كتعارض أفكار هاد الأشخاص رغم أنهم بشر وليسوا أنبياء معصومين من الخطأ. إذا كان الدليل قوي ومنطقي ما كاينش مانع أن الإنسان في القرن 21 أنه يناقش ويدخل أفكار معاصرة وجديدة بشرط أنها ما تخالفش القرآن وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هادشي ما كينقصش من القدر ديال الأئمة وما كيقللش من الجهد والفضل ديالهم. اللي كيأكد على هذا الكلام هو مخالفة أبو يوسف لكثير من الأفكار الفكرية للمعلم ديالو أبو حنيفة رحمه الله وقت ازدهار الفقه الإسلامي، رغم أنهم كانوا بجوج بغداد وفي نفس العصر ونفس المجتمع. وداكشي علاش كان كيتقال ان الاختلاف ما بين هاد التلميذ والاستاذ ديالو ما كانش اختلاف ديال دليل وبرهان، ولكن اختلاف الزمان والمكان، رغم ان الفرق بيناتهم كان غير بعض السنين. احمد شقيري توقف على الصلاه فاش كان مراهق، وكان الهدف الرئيسي ديالو في حياته هو المتعه. في 1994 قرر ايقاد حياته يكون الهدف هو مرضاة الله وطاعته، وبقى عاقل ذاك النهار على اول صلاه اللي كانت مليئه بالخشوع، وتوقع بكل سذاجه ان الامر بسيط، ولكن رجع كيدير ذنوب وتبع بعض الشهوات. الشيء اللي خلاه يكتشف ان الالتزام ما سهلش وما يمكنش تقضي عليه غير بالقرار، ولكن هي معركه ورحله طويله من التحسين المستمر
رغم أن الأمر كيتطلب جهد ومشقة، إلا أنه فين ما كتغلب على نفسك تحس بواحد المتعة لا تقارن، لأنك في كل مرة كتطلع درجة سلم السلام الداخلي. أحمد شقيري كان فواحد الفندق في الأردن، بغا يمشي صلاة الفجر حيت ما كان فيه اللي يمشي. هاد الكورسة الثمن ديالها ما بين 100 حتى 150 درهم، ولكن أحمد ما كانش عنده الصرف وقرر يعطي المول الطاكسي 1000 درهم اعتبرها كرم منه، ويطلب من الطاكسي اللي فيه النوبة يديه، ولكن الشيفور كان معصب ورفض يديه بداعي أنه باغي شي طراجي كبير. طلب من الثاني اللي داه بكل فرح. باش وصلوا عطاه ديك 1000 درهم. الشيفور ما تيقش بالفرح، بقى كيتسنى حتى خرج ورجعوا بلا ما يتخلص. هادشي اللي فرزق الشيفور الاول حرم راسو من 1000 درهم اللي ما كانش غيصور حتى بداك الطراجي طويل بسبب الفهمات القوي ديالو. والشيفور الثاني كتبت ليه بسبب الدرافون المعقول ديالو. الكاتب خدا الاجر وتوصيله فابور. تخيلوا كيفاش كتوقع الاقدار، بس غير تصفي النيه حيت هي اللي كتجاز عليها. احمد شقيري قدم لنا 20 موقف من حياته اللي كانت عباره عن تاملات مليئه بالظروف، واللي ممكن نستافدوا منها في حياتنا وفي تطوير افكارنا. كما كنقول ديما، المعرفه ديال الدروس ما كيعنيش اننا قطعنا الواد ونشفوا رجلينا. المعرفه بوحدها ما كافياش، خاص هاد المعرفه تولي اعتقادات راسخه، وتولي هي اللي كترسم لنا الطريق في تعاملنا مع الحياه، لان الامر ماشي بهذه البساطه وكيتطلب تدرب ومجاهده. كنتمنى صادقا نكون قدرت نفيدك يا اخي، ولو بجزء من الافكار اللي جات في الكتاب وتخليك تحسن من راسك. مثل كيتسنانا افكار ممتعه في هذا الكتاب. داكشي علاش ما تنساش تشارك في القناه وتفعل الجرس. وإلا عجبك المحتوى دعمنا بالاعجاب، شيء لن يضرك يا صديقي الغالي في شيء. في المقابل غادي يشجعني على بذل المزيد من الجهد لتطوير القناة، والأهم من هذا ما تنساش تبارطاجي مع الأصدقاء والأحباب باش حتى هما يستافدوا. حتى لهنايا تكون سالات لادوز ديال اليوم. شكرا على الإصغاء والتركيز ديالك ووقتك الثمين الذي لا يقدر بمال.